لو سألت أي حد النهاردة إيه الفرق بين التسويق والسوشيال ميديا 90% ممكن من الناس تجاوبك غلط، والغلط أكيد مش مقصود، لأن معظم الناس فاهمة إن التسويق هو السوشيال ميديا فقط. والأسوأ من كده كمان إن هم ممكن يبنوا بيزنس كامل ويضيعوا فلوسهم على مفهوم التسويق اللي هو بالنسبة لهم السوشيال ميديا اللي هم فاهمينه غلط. عشان كده أنا جاي أوضح لك الفرق بين التسويق والسوشيال ميديا. مفهوم التسويق مش حاجة جديدة. في الخمسينات واحد من أهم علماء التسويق فيليب كوتلر حط أساس التسويق الحديث، وده اللي احنا دلوقتي بقينا كلنا بندرسه في الجامعات والكليات. والتسويق وقتها ما كانش معناه انك تعمل إعلان أو تنزل بوست أو تعمل صفحة أو بيج على السوشيال ميديا، وكان مفهومه للتسويق الحقيقي هو علم وفن، وازاي ان انت بتأثر من خلال التسويق على مشاعر الناس ذات نفسها، وانك تفهم احتياجهم ورغبتهم دايما اللي مش ظاهره حوالين شرائهم لمنتج او خدمه او سلعه، وازاي ان انت تخليه يرتبط بالمنتج وتدخله معاه في ستوري كده، بحيث ان هو ممكن يحس ان انا لو ما جبتش المنتج ده انا مش هحس نفس الاحساس اللي الناس دي حاساه. وده هيودينا المثل لشركه من اكبر شركات التكنولوجيا والاجهزه الالكترونيه، ابل ما حدش بيشتري منها الاجهزه علشان خاطر الكاميرا ولا عشان خاطر السرعه والسكيورتي. الناس بتشتري الايفونات عشان الاحساس ان هي معاها ايفون، بتشتري القصه، بتشتري القيمه الاجتماعية. وهو ده المعادلة الصعبة اللي حققتها ابل، واللي تقدر تفهمنا الفرق بين التسويق اللي احنا دلوقتي بنشوفه في حياتنا والتسويق اللي فعلا مبني على علم وعلى فن وعلى حاجة حقيقية بيقدمها للمستهلك. ومع تطور الوقت ظهر السوشيال ميديا، وده كان بالنسبة لنا التحول الحقيقي لشكل التسويق الإلكتروني. بس هنا السوشيال ميديا بتعمل المفهوم الحقيقي ان انا بقدر اوصل للكاستمر بتاعي او الكلاينت بتاعي او العميل اللي انا ببيع له الخدمة بتاعتي من خلال التليفون بتاعه فقط. لكن هنا انا مش بأثر عليه بشكل مباشر، انا هنا بأثر عليه من خلال الاد كرييتيف او الفيديو او الاحساس اللي بيوصل له من خلال الشاشة اللي بيتفرج عليها على المنتج بتاعي. وطبعا ده بيكون احساس اضعف بكتير غير لما انت تكون بتتكلم مع العميل فيس تو فيس. فعشان كده شركات السوشيال ميديا بتشتغل جاهدة في ان هي تحول الاحساس بتاعها دوت لفيديو يدليفر او يوصل المسج للعميل بالاحساس بتاعها الحقيقي، علشان يقدر العميل ياخد اكشن ويشتري المنتج او ياخد السيرفيس بتاعتهم. عشان كده انا دايما بلوم على الناس اللي بتاخد التسويق في مجمل ان انا هنزل 12 بوست على السوشيال ميديا، انا هنزل صورة بالشكل الفلاني، انا هبدا اعمل اعلانات سبونسر ادز بس. طيب ما انت ممكن تكون المسج اللي انت بتوصلها للعميل بتاعك هي اصلا غلط، او مش دي اللي ممكن تأثر على رأي العميل في ان هو ياخد قرار الشراء بالنسبة لك. وعشان كده ده يرجعنا لمفهوم التسويق اللي هو من زمان مبني على اساس خطة تسويق كاملة وخطة محتوى ورؤية حقيقية للبراند بتاعك اللي انت بتقدر توصلها دايما في مسج للعميل بتاعك علشان تربطه بالمنتج وفي الاخر تقدر تحقق المبيعات بتاعتك. فالناس لازم تطبق على السوشيال ميديا او الاداة اللي هي بتوصلنا للبيع، لازم تطبق عليها فكرة التسويق الحقيقي اللي احنا اخدناه من زمان وتعلمناه في الكتب، مع التطور الطبيعي اللي بيحصل دلوقتي من خلال السوشيال ميديا والادوات الذكاء الاصطناعي اللي ممكن تسهل عليك البيهيفير او السلوك بتاع العميل بتاعك. وعشان كده انا عامل لكم بلاي ليست كامله عن التسويق الالكتروني بشكل عام، هتلاقوا فيه كل التفاصيل بتاعه التسويق ستيب باي ستيب، وهنشرح فيه ازاي تعمل سوشيال اكونتس تقدر تديليفر المسج بتاعتك وتوصلك للبيع الحقيقي اللي انت مستنيه من العميل بتاعك. وهفهمك الكونسبت الحقيقي للتسويق وازاي الشركات العالميه بتستخدمك وبتستخدم احساسك ومشاعرك في ان هم يروجوا للمنتجات بتاعتهم وان هم يحققوا اكبر مبيعات. فما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه ولايك على الفيديو وتستنى الفيديوهات الجديده. اشوفكم على خير، سلام.